الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمدا، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن به ولم يشرك به أحدا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حبل الهدى وينبوع التقى، صلاة تبقى وسلاما سرمدا. أما بعد فاعلموا رحمني الله وإياكم أن هناك مواطن تشرع فيها الصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا محمد، فمنها واجب ومنها مستحب. فمن ذلك obboleeyyan kiyya anallee isinillee rabbi rahmatahaa godhuu beeka. bootaalee jira ka salaataa salaamni nabiyyii keenna irratti sirritti barbaachisu. haga umrii keenna haga jiraanne kulliyyu nabiyyiin keenna haqa nurraa qabanii salaataa salaama buusuun osumaa jiruuyyu bakka irraa baay'ee barbaachisu jira beeka. wayta waajibaattu jira, wayta sunnooman buusantu jira. سنكيسا بعد النداء للصلاة إيغا أذان رغاني بودا النبي كن الرد صلاة بوسو يروبا إبرباتشسو. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول رغيجد عبد الله إذا سمعتم المؤذن نما أذان يو أجيتا فقولوا مثل ما يقول إجدا وان النجد والإنجداتي إجابا قد أذان قجيساتي ثم صلوا علي إيغنا صلاة نرتبوا ساهي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 شانين نمني يروتك صلاة نرتبوا سي ربي سبب سنين يروك أن صلاة إسرتبوا سجأا. ثانيا عند دخول المسجد والخروج منه لما فان يرو صلاة نبيك إن الرتباء إسم برباتي سرا واستمزد سينني في مسجد الراقد بأن. فأن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد رسول يوم مسجد سينا جدت فاطمان قال بسم الله والسلام على رسول الله مكا ربي تنقرقاس فتيسينا سلامني رسول الرتهابؤ اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب معصياتي ينا أرارمي نابني بلبلا رحمتك تيجايا. وإذا خرج يوغد بولي بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. الصحيح الجامع. في صلاة الجنازة سدفان يروم بائنا الرسول الرتي سلام نبوفمو صلاة جنازة كيستي ويت صلاة جنازة صلاة. قال أبو أمامة بن سهل بن هنيف قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة سنة كرا النبي كنا نمد إرتيو صلاتني إمامني تكبيرا جدا إيغسي فاتحة قرأ بعد تكبيرا دراتي قد قبتي ندقيسسو ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرا لما فاكست رسول الرت صلاة بوسجا. وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح. رابعا في الصلاة بعد التشهد أفرفا يروباي إن النبي كن الرت صلاة بوسنرا التحيات ويتقرأ مودا فيسن للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول ويتم التحيات دراتا أن ينمي صلاة رسول الرت صلاة بوسوق أبا درقمايو ركني جانين ركع لفصد أفرفا فتني يوكا صلاة ركع سده ويتفت يوكا كلما لي التحيات بودا يوتا أن صلاة على النبي على صلاة ينتوجا. وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وغير واحد من العلماء لحديث فضالة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته نموهي كصلاة إساك ست ربك لتلقى الرسول لم يمجد الله لم نكن رب فارسني
ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رسول الرت اللي صلاة بوفني فقال عجل هذا جرجر نمني كني جأن ثم دعاه فقال له ولغيره ومن إسان جد أيو كان مبرات أكن جأن إذا صلى أحدكم تكون كسيو صلاة برباد فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه در ربنا فارسو إيغسي نبي الرت صلاة بوسي وان بربادها كلا تجأنين كل ركن أيوم. خامسا في صلاة العيد شنفا يروباي إنان سلان رسول الرتبو فمرا صلاة عيدا كيستي أن القمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوما قبل العيد صحاب نبيك النجر سدين كنا وليد بن عقبة اتبه جلقيا وهي قاف إيدا درا فقال لهم إن هذا العيد قد دنا جرن عين كن برقه فكيف التكبير فيه مي تكبيرا أكمت قون جلقافة صحاب نبيك الناتي قال عبد الله بن مسعود تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة تكبيرا جل قبض جلين تكبيرا سنين صلاة جل قبض ربي كيف ستيتي نبي الرت صلاة بوفت إيغسي وان برباد كرت جنان فقال حذيفة وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن. يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أما اللي تربفان يرو صلاة رسول الرتبو ثم برباج سر جهفان ويتكرا كرة رسول الرت صلاة بوسو أنكرا في سنجيسا. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض كدار رب كدة إن بما إرر فمجر إدو سماء دجيتت لا يصعد حتى تصلي على نبيك ولنكروا هج نبيك ترت صلاة بوفت التجأ. سابعا في آخر دعاء القنوت تربفان دعاء قنوتا ويتربك لتن صلاتك ست بعد ركوع الراء الجئني اللهم اهدني في من هديت جأني حديث حسني علي إيجيس قرأني جيسن اللي رواية نسائي كيستي. وصلى الله على النبي محمد رسول الرت صلاة بوسودان دعائي سنجيسا. يستحب الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة قويا كيسا يرون صلاة سلام رسول الرتباء نامبوسا قويا جمعة هل كان قاف جمعة بري جمعة كمسا قلقلفا رسول الرت صلاة بائسا. فعن أوس بن أوس الثقفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة الرجال قويا كيسني تراي جلن قويا قاف جمعة فيه خلق آدم ويا جمعة كيس آدم ربي سأومجا وفيه قبض ويا كان كيس الليدوي وفيه النفخة ويا تنكيس جانم اللي أفوفا قاف قياما وفيه السعقة ققبن اللي أما اللي ويا جمعة كان كيس جانك قياما. فأكثروا علي من الصلاة فيه صلاة بائسة ويا جمعة كان كيس نرت صلاة بوسا جان فإن صلاتكم معروضة علي صلاة نيسن الرتبوف تنر في دم تجأن. قالوا يا رسول الله يا إرقم ربي وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أكمين صلاة نكين سر في دما فوني مرقال لفنك الداياء تجتت بيين سنيات أكمين سر في دم جأنين. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ربين كن دجرت حرام قد قام نبيوتا نياتوه جانين. في خطبتي الجمعة سد التفاير صلاة رسول بايسا الرا يرو أكا أميت يرو خطبة لمان جمعة كي سرت رسول صلاة اتبوسا واجبا ينمي خطبة قدو رسول الرت من برا يوكري خطبة لمن كيست إسان الرت صلاة بوسن ولمعني إسلاما خطبة لمانو نقيان تاتج أيو رسول الرت صلاة بوس ملي صلاة رسول ذكري خطبة واني قدموف ذكري نمو شرطي لجان
فوجب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مار خطبة كيست مقار رسولا دبة ميتي صلاة إسان الرتبوسا أكما أذان كيست مقا إساني دوان أكا صلاة كيست مقا إساني دوان. هذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله. واستحب الصلاة والسلام عليه سقلفا سديد تفا رسول الرت صلاة في سلام بوسا عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وإت قبره إساني بردكني مدينة إسان زيارا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي أبا فئها تون من الرت سلامك رأجأن إلا رد الله علي روحي رب روحانا الرت ديبس ملين حف رب روحانا ديبسا حتى أرد عليه السلام هجأ أني نمسن الرت سلام إنك رئيسا ديبسو هجأن. تاسعا بعد الفراغ من التلبية إيرون أما اللي باين الرسول الرت سلام بوسني إيقا لبيك حجي عمرا قيسني جاء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال أصحابنا يعني الشافعية ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن بريد وأن قاري نمني حجي عمرا حرمت جاء. مذهب إمام الشافعي تتي يو لبيك جدي تلبية الراقيس رسول الرت سلام بوسا لما روي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. إخوة الإسلام ومما ينبغي التنبيه عليه عدم إفراد الصلاة دون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وأن برباچي سرّاي وان إيقتمون قبو نمني رسول الرت صلاة سلام بوسو بربادي صلاة جدي الصلاة على رسول الله جدين جلسن عليه السلام جدين جلسن لجو البرقبي صلى الله عليه وسلم جدي بوسو قبن ما أفان أربابي كيوته. فقد قال الإمام النووي رحمه الله إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم نمتجي صلاة رسول الرتب سجأن إمام النووي فليجمع بين الصلاة والتسليم صلاة سلام والاتهاق أبو تقرت قبابتي تقجئ تقنديس. قال الحافظ ابن كثير وهذا الذي قاله النووي منتزع من هذه الآية الكريمة جج أما إني جئكني قرآن ربي توانا كسيك النجد ابن كثير رحمه الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب نوي والبرفد صلاة في سلام اللي دبتي يوبك تسليما اللي اتهاد دبل ججو دبل إني. ومما ينبغي أيضا كذلك عدم اختصار الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكتابة. أقسم نمني وبرسو نمني نبيك إن الرت صلاة قبا ويتقه جيشسن قباجين برسن إن قبايسن إن كتون فتشيسن فقد نص العلماء على كراهة ذلك صلاة سلام رسول الرت بوسن كتون فتشيسو يوكا قباجي قدو إن أوغن أجا إنماس جران تكا نمني صلاة رسول الرت ويتبوسو قبابسو ربي أمري إسا قبابسا كتشي إسا كتحق جراني دبتا تكا صادم بوسو يوكا سلعم جري جيشكنا قباجي كتون فتشي سيديسون إن برباچي سوهجان. عباد الله أكثروا دائما وأبدا من الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وبلينك يا إيرا يا دبرتي صلاة سلام بايسا نبيكنا جالتما نما سبب إسا دكنا الراباني كسبب إسا قيان كن جمعة كمسا ججو أدام بيني كقويا قياما شفاعة إساني حوضي إساني علابا إساني قدس إساني جلت كافمنيت قويا قياما جنة قل ججو يانو يرو مرايو إرتي صلاة سلام بوسا أكما أجيتني برترتن صلاة نبي الرتبوسن
سبب إسات يادون قد يون متجرات ربنا مرة بنا لقيتا معصية ربنا نما إيفما قرآ لقيتا درجان نما كآ لقيتا نمني دقنقرا قمني دقنقر إسا الرابو لقيتا رب سمائتي في دجيلا صلاة نمرت بوسا لقيتا ملائكة ربي أومي كلون معصيان قمني كدعاء إساني ربي أوات سني نما رسول الرت بوسي دعائي كدتن ججو لقيتني رسول الرت صلاة بوسو وفت الله فينا عباد الله ألا صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم عليك باليهود والنصارى وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.